السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا لازم نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. انا مكسلة خالص يا جماعة، كسل وحش ومش عايزة اعمل لكم طاقة كده ان تتكسلوا يعني زيي. فانا قلت اطلع كده نتكلم مع بعضينا. وهعمل طلعت فرخة من التلاجة، قلت اعملها عادية، مش هعمل بقى افتكاسات ولا كده. انا هطبخ يعني طبخة عادية خالص. هنعمل بشوربة وشوية، يعني هوريكم هنعمله ايه. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة دخول المدارس. طبعا راحوا المدارس خلاص وطلعوا وروقت الدنيا وعدلت حالي وعملت كل اللي ورايا. فقلت بقى ايه، نطلع فرخة كده ونعملوها بإذن الله. يا رب تعجبكم كده ويعجبكم الفيديو، يكون خفيف عليكم. الفيديو اللي انا صورته الاخراني ده بصراحة عكنني جامد. نزلته، وبعد ما نزلته وكنت مصوراه شويه مشاهد وما كملتش يعني حاجات يعني في مطروح. زي ما قلت لكم انا ما صورتش حاجات كتير في مطروح. اخدت عليه حقوق طبع ونشر، مش مشكله الحمد لله. ان حاجه بتعلمنا ان مش اي حاجه ننزلها بعد كده بقى اغاني والكلام دوت. يلا بينا كده نشوفه هعمل اكل ايه. ومش عارفه والله، انا بفكر ان انا امسك النيش انضفه وكده. فمش عارفه هعمله في الفيديو ده معاكم ولا هعمله في فيديو تاني. ويلا بينا نشوفوا ايه اللي ورانا، ونشوفوا بقى نعمله ايه. فراخ كده، حاجات بسيطه كده. ولو مكسله زي حالاتي كده، لا قومي يلا اعملي اللي وراكي وقومي خلصي اللي وراكي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بكده انا مسكت الفراخ بقى، غسلتها غسله نظيفه. وبوريكم بقى البهارات اللي انا بحطها. انا ما حطيتش بهارات كتير، هم السبع بهارات وفلفل اسمر. وانا بحب اقطع الطماطم كده كده كده. انا لما باجي اغرف الشوربه يعني بكون مصفياها. احب بقى ايه، لو عملتيها الحركه دي هتعجبك قوي في طعم الشوربه والفراخ. تخلي بقى البهارات بالطماطم بالبصلايه دي ياخدوا بقى ايه زي غلوه كده لوحديهم، وبعد كده تسقطي عليهم بقى الايه الفراخ، سواء لحمه او فراخ. على فكره هتبقى طعمها تحفه، هيعجبك قوي. بصوا يا جماعه، انا منضفه بين الجلد وبين اللحمه علشان بتبقى الحته ديت بين الجلد واللحمه بيبقى زفر قوي. لازم تخلي بالك من الحته ديت. في قناه مشهوره يعني انا بتابعها، انا مش هقول اسمها ولا هقول اي حاجه. اتكلمت امبارح او اول امبارح يا ربي مش فاكره، مش عارفه يا ربي اللهم ذكرني، امبارح ولا اول. بتتكلم على الاعمال وان هي معمول لها عمل ومعمول لها عمل هي وجوزها. الناس دينها اتقل جدا خلاص. ايه اللي جرى في الدنيا ان انا اروح اعمل عمل او سحر زي ما بيقولوا، معرفش اسود ولا معرفش ايه، الله اعلم بالحاجات دي، الله اعلم. يعني حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحده تعمل عمل باي حاجه. يعني انا قلت ان انا ادردش معاكم. الحكايه دي بقت منتشره، ان انا اروح اعمل عمل لصاحبتي، اعمل عمل لقريبتي، اعمل عمل لجارتي، اعمل عمل. يا جماعه هو فين ديننا؟ اما انا اروح اعمل عمل عشان افرقها بينها وبين جوزها، هستفاد ايه؟ هستفاد ايه؟ هتبقى اخرتي ازاي؟ هنزل شبر الشبر ازاي يا جماعه؟ الست دي بتتكلم كانت بحرقه جدا على الفرقه، يعني على العمل اللي معمول لها. انا صعبت عليا جدا المدام اللي هي بتتكلم على العمل اللي اتعمل لها هي وجوزها دي. بصوا انا كده شوحت بقى الفراخ وخليتها خدت غلوتين كده مع ايه، مع الطماطم والبصل والبهارات، عشان تفضل بقى ايه، تاخد طعم البهارات والفلفل الاسمر والسبع بهارات والفلفل الاسمر وورق اللورا وطماطمتين وبصلايه بس. بعد ما تاخد كام غلوه كده اجي ماسكه نازله بالميه بتاعتي وسايباها بقى تغلي تستوي على مهلها. كده انا عملت ايه، حطيت حته مكعب زبده وحطيت زيت وشوحت اللهم صل على النبي الشعريه، ورحت محمراها حلو، ورحت جايه حاطه عليها الرز. بحط فلفل اسمر على الرز. انا براحتك، عايزه تحطي فلفل اسمر حطي، عايزه تحطي مرقه مكعب مرقه دجاج لو انت بتحبيه ماشي، لو بتخافي منه خلاص مفيش ملوش لازم. بس انا بصراحه ما حطيتش مكعب مرقه دجاج، انا حطيت فلفل اسمر والملح. وهشوح بردك الرز
مع الشعريه، وهديهم تقلبتين كده حلوين لحد ما اسمع بس كده شخوله الرز، وهحط ميته. ندردش مع بعضنا تاني. لما جت بتتكلم بتقول انا رحت وعرفت ان انا معمول لي عمل ومش عارفه عاملالي، وانا عرفت والشيخ او الراجل اللي هي راحت له ايا كان انا الله اعلم بيه، هو قال لها يعني ان هي معمول لها عمل ومش عارف ايه. هي فكته وبتقولك بتروح تجدده كل سنه. طب انتي بتروحي ليه؟ بتجدديه ليه؟ يعني يا جماعه خلي بالكم الحكايه دي، والله والله كمان مره، دي اخرتها جهنم يا جماعه، اخرتها جهنم. انتبهي يلي بتكوني متغاظه من واحده وتقولي انا هعمله لها، هتاخدي ايه في اخرتك؟ احنا بناخده شبر في شبر. مش عايزه بقى احط طاقه سلبيه اكتر من كده، يعني طاقه، عايزين طاقه كده حلوه. الملوخيه مش عايزه اقول لكم التركه بتاعه كربوناتو دي، ربنا يخليكي ليا يا امي، هي اللي موريهاني. بتخلي لك الملوخيه كانك لسه خرطها دلوقتي وعاملاها على طازه خضره، بتبقى جميله. وبحب انا احط لها قرن فلفل وشويه فلفل اسمر. ما بحبش احط بصراحه الكزبره الناشفه، انا ماليش في الكزبره الناشفه، ما بحبهاش ولا انا ولا اولادي، فانا بحط لها فلفل اسمر. انت قادره مكان الفلفل الاسمر تحطي شويه الكزبره. هنحمر بقى التومه بتاعتنا تحميره حلوه كده، وهنطص بقى ايه الملوخيه. بصوا بوريكم الرز، ادي الرز اهو بسم الله ما شاء الله، فلفل وبقى جميل اهو. والفراخ اهي تبصوا ولا عملت ريم ولا اي حاجه. دوت ادام الشوربه اللي من الجنب ده مش ريم. الريم بيبقى عامل زي اسود كده ومش بيبقى حلو، طبعا اللي بنشيله بالمعلقه وكده. ادي التومه بتاعتنا قربت تتحمر خلاص اهي. طبعا انا بوريكم بس حاجه من يومي. احنا ودينا بقى المدارس، وردينا بنتي رحت وديتها وكده الصبح، وجيت خلصت بدري بقى، قلت هحاول ان انا اظبط نومي واظبط ميعاد بقى صحياني ونومي مع ردينا. طبعا لسه بقى شويه عقبال ما نبدا نعرف نظبط نومنا، فقلت اخلص بدري بدري كده واعمل اكلي وحاجتي كده بدري. بصوا بقى، بصوا جمال الملوخيه، يعني اللي يشوفها يقول دي ناشفه بالله عليكم ما شاء الله، ولا الريحه تجنن يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على الطعم والريحه، مش عايزه اقول لكم. كده الملوخيه بتاعتنا خلصت، والرز خلص والفراخ خلصت. نعمل بقى شويه لسان العصفور كده. بصوا ما شاء الله، بصوا الشوربه. انا بقى بحب لون الشوربه يبقى بالطريقه دي، ولما بتيجي تغرفي يعني شوربه بتصفيها عادي، يا اما بتسيبي الحله تهدى معاكي، تيجي تغرفي ما بيبقى كل اللي انت شايفاه ده قاعد في قعر الحله، ما فيهوش يعني حاجه. واللي بيحب البصل والطماطم عادي يغرف ويشرب وياكل البصل بالطماطم ده. هنا هنعمل بقى شويه مكرونه لسان العصفور، هنحطوها كده على انا حطيت مكعب زبده، وهديها تحميره كده حلوه بالمنظر دوت. هي لسه كانت الزبده ما ساحتش، بس انا قلت بقى انزل المكرونه على طول. ادي المكرونه بتاعتنا استوت اتحمرت اهيت، ونزلت عليها بالميه. كنت على العين التانية حطيت الطاسه وقلت احمر الفراخ بالمره، يبقى كده خلاص اكلي خلاص خلاص. مكعب مرق الدجاج كده، هنحط مكعب المرق الدجاج، ونحط شويه فلفل اسمر، وهحط بردك شويه ملح، بس انا متهيألي ما صورتش الحته وانا بحط الملح. كده احنا خلاص يعتبر اكلنا خلص يا جماعه وخلاص. ادي الفراخ اهي وانا بحمرها، وادي الاكل اهوت. الحته السمرة دي الطبليه بتاعتي محروقه. وكده اللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك، وما تنسناش في اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.